صباح الخير عليكم يا جماعة الخير. اليوم يوم من رمضان، واليوم باش نقرر ندير خرجة صغيرة للجزائر العاصمة. نديكم معايا تشوفوا الشوارع تاعها، نعيشوا الأجواء العاصمية في يوم رمضاني وليلة رمضانية. خليكم معنا في هاد الفلوق باش تعيشوا وتشوفوا وين رحنا بكم واش نكتشفوا اليوم. الآدم بقالو غير ساعة، نروحو كش ما نشريو شوية تمر وشوية كسرة. نبارطاجيو معاكم هاد الأجواء تاع ما قبل الإفطار. كما راكم تشوفوا الحالة راهي فارغة، الناس الكل راهي تسنى في الأذان المغرب. الحمد لله قدرنا ربي وصمنا هذا النهار. ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله أجمعين. صحة فطوركم، نتلاقى ورا الإفطار إن شاء الله. كما راكم تشوفوا رانا في الطريق قريب نوصلوا لساحة لاغرون بوست. الساحة هذه بزاف شابة كما راكم تشوفوا من بعيد. صراحة الجو هنا رايع، الناس رايحة جاية، المحلات مفتوحين، كاين حركة بزاف. الساحة هذه راهي مشهورة بالبنايات الكبيرة والفن المعماري الرائع اللي يعكس تاريخ الجزائر. شوفوا معايا هاد البناية اللي هي لاغرون بوست، تأسست في 1910، معروفة بالزخارف تاعها والتصميم الكلاسيكي. الداخل فيها قاعات وصالونات، وعادة ما يجيو السياح ويديروا تصاور شباب لهن. أنا بصراحة معجب بزاف بهاد الساحة، الجو تاريخي حيوي في نفس الوقت، تحس روح العاصمة القديمة والجديدة في مكان واحد. يعني منظر بزاف شباب، وبلادنا راهي شابة الله يبارك عليها. قدام لاغرون بوست نجيبو تاي ونجيبو شوية حلاوة باش نقدروا نكملوا معاكم هاد الرحلة ونعيشوها بحلاوتها وندوقوا حلاوتها تاني. واش رايكم في هاد التفاصيل؟ الزخارف على الواجهة، السقف المصنوع بعناية، بصراحة مكان يعطيك إحساس التاريخ والفن مع بعض. بعد ما ريحنا شوية في ساحة البريد المركزي، مشينا ورحنا لهذا الطريق العام اللي راهو جاي مع ساحة البريد المركزي. كما راك تشوف الأنوار بسم الله ما شاء الله، الدنيا في الليل ضاوية والناس كامل راهي جاية ورايحة تستمتع بالأجواء. كما قلت لكم هذه سهرة رمضانية، الناس الكل ورا ما خلصوا صلاة التراويح خرجوا هما ولادهم وعائلات باش يتنفسوا ويمشوا ويتبادلوا الأجواء الرمضانية مع بعض. فعلا مكان يستحق الزيارة، الناس اللي جام يجاو هنا. وهنا كما مشينا وصلنا لهذه الساحة التي فيها تمثال الأمير عبد القادر كما راكم تشوفوا هنا. هذا هو تمثال الأمير عبد القادر.
الناس هنا يجوا ويتصوروا معاه باش تبقى لهم صورة تذكارية. صراحة الأجواء بزاف شابة، بزاف شابة يعني. الأمير عبد القادر تزاد في 1808، كان عالم في الدين وفارس شجاع. كي احتلت فرنسا الجزائر قرر يدافع على بلاده، جمع القبائل، بنى الجيش، قاد المقاومة لأكثر من 15 سنة. كان قائد ذكي حير فرنسا في الحرب والسياسة. رغم الصعوبات بقى رمز الشجاعة والكرامة، واليوم يبقى اسم الأمير محفور في تاريخ الجزائر إلى الأبد. هذه كانت جولتنا اليوم في ساحة لاغرون بوست، المكان اللي يلمس التاريخ ويعطيك إحساس بالعاصمة القديمة والجديدة في نفس الوقت. ما تنساوش تكتبوا لي في التعليقات رأيكم، واش حبيتوا أكثر حاجة اليوم، واش تحبوا تكتشفوا معنا المرة الجاية. شكرا على المتابعة، نلقاكم في فيديو جديد بمكان جديد. سلام.